جن ليل كالقمر. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والرحمة والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار، القائل بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إعجاز القرآن الكريم، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية: أولا، القرآن لغة واصطلاحا. ثانيا، الإعجاز البياني. ثالثا، الإعجاز التشريعي. رابعا، الإعجاز العلمي. خامسا، الإعجاز الغيبي. وأخيرا، أما آن الأوان فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، القرآن لغة ومعنى. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحوالها، فإننا لا نقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أغلاها مهرا وأعلاها قدرا وأوضحها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا القرآن الكريم، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، فشرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. فما هو القرآن لغة واصطلاحا؟ القرآن لغة
مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يأمر الله جل وعلا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتعجل بالقراءة خلف جبريل. لا تتعجل بالقراءة واتبع قراءة جبريل، فإن الذي أنزل القرآن على قلبك سيجمعه لك في صدرك وسيعلمك قراءته وبيانه وتفسيره. والقرآن اصطلاحا أيها الأفاضل هو كلام الله المعجز المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. لا ينبغي أن يجهل مسلم تعريف قرآنه لغة واصطلاحا. القرآن الكريم اصطلاحا هو كلام الله جل وعلا المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يتكون من 30 جزءا ومن 114 سورة ومن 6236 آية بعد أهل الكوفة، ومن 6666 آية بعد غير الكوفيين. تشتمل على الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. هذا هو القرآن. لغته العربية، وهذا شرف للعرب والعربية لا يدانيه شرف. ومن أرق ما قرأت عن ابن أبي مليكة: جاء أعرابي إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الأعرابي: لتقفوا على أن العرب كانوا بالسليقة أرباب لغة وفرسان بيان وأساطين كلمة. جاء أعرابي إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقال هذا الأعرابي: من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل: أنا أقرئك. فأقرأه سورة براءة، وأقرأه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بكسر اللام في كلمة ورسوله. فقال الأعرابي صاحب السليقة واللغة: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقالة الأعرابي، فقال: ائتوني به. فوقف الأعرابي بين يدي أمير المؤمنين، فقال له عمر: أتبرأ من رسول الله أيها الأعرابي؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد قدمت المدينة فقلت: من يقرئني مما أنزل على محمد؟ فأقرأني هذا الرجل سورة براءة، وأقرأني قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر: لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.
بضم اللام لا بكسرها. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ مما برأ الله ورسوله منه. وهنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس القرآن إلا عالم باللغة، فلغة القرآن هي لغة العرب، هي اللغة العربية، وهذا شرف للعرب وللعربية لا يدانيه شرف. في الوقت الذي ألمح فيه الآن إعراضا وتهاونا بل وتنقيصا للغة القرآن للغة العربية، أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن وإلى العربية ردا جميلا. القرآن الكريم لا خلاف بين علمائنا أن أول آيات نزلت فيه صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختلف علماؤنا في آخر ما نزل من القرآن، والتحقيق أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالراجح باتفاق أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية عرفة في حجة الوداع. أما آية سورة البقرة التي تلوت آنفا فقد نزلت على قلب المصطفى قبل موته ب9 ليال فقط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نزل القرآن كله من أول سورة العلق إلى قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على مدى 23 سنة. نزل منجما مفرقا بحسب الحوادث والأحوال أو بحسب الأسئلة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتسع الوقت للحديث الليلة مع حضراتكم عن كيفية جمع القرآن، لأن هذا الحديث والموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة، والله تعالى أعلم. هذه بعض المعلومات السريعة عن القرآن، عن كتاب ربنا تبارك وتعالى. أتمم بأشهر الأسماء للقرآن الكريم. لقد ذكر الإمام الزركشي في البرهان 55 اسما للقرآن، وذكر الإمام ابن القيم في التبيان أكثر من 90 اسما للقرآن. ولكن بالتحقيق وجدت علماءنا جزاهم الله عنا خيرا يجمعون بين الاسم والصفة، لكن أشهر أسماء القرآن قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن أشهر أسماء القرآن الذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أشهر أسماء القرآن الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن أشهر أسمائه الكتاب، قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه أشهر أسماء القرآن. تعال بنا بعد هذه المقدمة المهمة لندخل سويا إلى هذا البستان اليانع الماتع، لنجمع الرحيق والزهر والثمر، ولنغوص معا في هذا البحر المهيب، لنجمع اللآلئ والجواهر والدرر، ولندخل سويا هذا المحراب المهيب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر. إعجاز القرآن الكريم. أولا الإعجاز البياني. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب. الإعجاز البياني. القرآن الكريم كنز حقائق، وبحر درر، وبرج جواهر، وعالم علم، ودقة نظم، وجمال أسلوب، وعذوبة لفظ، وبهاء رونق، وكمال جلال، ولم لا، وهو كلام الكبير المتعال.
فمصدرية القرآن دليل إعجازه، وانتهى المقال. مصدرية القرآن دليل إعجازه، بمعنى يكفي أن تعلم أن القرآن كلام الله جل وعلا لتعلم أنه معجز في كل المناحي، فمصدريته دليل إعجازه. ففضل القرآن على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل الخلق. فالقرآن أيها الأفاضل كلام الله سبحانه وتعالى الذي تحدى به أساطين البلاغة وفرسان اللغة. شاء ربي جل وعلا أن يجعل القرآن معجزة خالدة باقية للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المعجزات الحسية على الرغم من جلالتها وعظمتها التي يتحدى الله بها المكذبين والمعاندين والمعارضين لرسله وأنبيائه، أقول على جلالتها لا تلوي إلا أعناق من يرونها بأعينهم، ثم تبقى بعد ذلك تاريخا يذكر، بل ولا أبالغ إن قلت ربما يرى أولئك المعجزة الحسية ثم ينكرونها بمجرد انتهائهم من رؤيتها. لقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أن يشق لهم القمر نصفين، فسأل رسول الله ربه جل وتعالى فشق الله القمر في السماء نصفين، قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. وبمجرد انتهائهم من رؤية هذه المعجزة التي خرقت نواميس الكون قالوا والله لقد سحر أعيننا محمد بن عبد الله. شاء الله أن يجعل القرآن معجزة خالدة باقية، وأن يجعله رسالة مفتوحة لأهل الأرض حتى في عصر الفضائيات وفي عصر الذرة وفي عصر العلم. لا زال التحدي بالقرآن قائما بإذن الله جل وعلا. تحدى الله به أرباب البلاغة في مكة حين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا تقوله محمد. فقال الله جل وعلا طلب منهم أن يأتوا بقرآن مثله، فقال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخفف التحدي لأنهم عجزوا، فسألهم أن يأتوا ب10 سور فقط، فقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات، فعجزوا. فخفف التحدي إلى أقل درجة، فسألهم أن يأتوا بصورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم، فقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأظن أنكم جميعا تعلمون هذا الحوار البديع الذي دار بين أبي الوليد عتبة بن ربيعة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل عتبة قومه أن يذهب لرسول الله ليعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها. وانطلق عتبة وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي، والحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل وغيرهم بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال أبو الوليد عتبة بن ربيعة يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكانة في العشيرة والنسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني جئت لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وسلم قال قل يا أبا الوليد اسمع للآخر، فإن سمعت حقا فاقبله، اعرف الحق تعرف أهله،
فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فنحن لا نتعصب لأحد، بل نتعصب للدليل حيث دار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي لعتبة بن ربيعة: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ، بذلنا أموالنا وطلبنا لك الطب حتى تبرأ. فقال النبي بأدب جم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: أسمع. والله ما زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة آيات من صدر سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إنا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل الحبيب صلى الله عليه وسلم في القراءة: وأرجو أن تتصوروا معي جمال القرآن حين يتلوه محمد. أرجو أن تتصوروا معي جلال القرآن حين يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استرسل النبي في القراءة حتى وصل آية السجدة في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى عتبة بن ربيعة وقال: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. فانطلق عتبة إلى قومه الذين جلسوا إلى جوار الكعبة في انتظاره، فقالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما وراءك يا أبا الوليد؟ ماذا صنعت مع محمد بن عبد الله بأبي وأمي وروحي؟ فقال: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فاتركوا الرجل وما هو فيه، فإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. فقالوا: سحرك والله محمد. وها هو الوليد بن المغيرة يذهب يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعه النبي القرآن، فيرق الوليد فيقول كلمات رقراقة جدا في شأن القرآن، يقول: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى. فلما سمع قومه ذلك أنكروا عليه، فذهب إليه أبو جهل وقال: يا عم، قومك لا يرضون منك بمثل هذا، فقل في القرآن قولا يرضيهم. ففكر الرجل ثم عاد فخرج علينا بهذه الكلمات الخطيرة التي سطرها القرآن ولا زالت تتلى إلى يوم القيامة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر،
ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. ومن جميل ما قرأت أيضا وأنا لازلت في الإعجاز البياني أن أنيسا أخا أبي ذر، والحديث في صحيح مسلم، قال لأخيه أبي ذر يوما: لقد لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. لقد لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، والحديث رواه مسلم. فقال أبو ذر: فما يقول الناس؟ فقال أنيس: يقولون ساحر، كاهن، شاعر. وكان أنيس أحد الشعراء. فقال لأخيه أبي ذر: والله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، والله لقد عرضت قوله على أقراء الشعر، أي على بحوره وطرقه، فلم يلتئم، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ومن فحول الشعراء أيها الأفاضل لبيد بن ربيعة. وكان لبيد بن ربيعة من القلة القليلة التي نالت امتياز تعليق المعلقات على جدران الكعبة، وهذا امتياز لم تنله إلا فئة قليلة من الشعراء. فعلق لبيد بن ربيعة أبياتا شعرية يهجو فيها القرآن والإسلام ومحمدا عليه الصلاة والسلام. فما كان من مسلم لبق حكيم إلا أن يكتب آيات قرآنية كريمة وأن يعلق إلى جوار أبيات لبيد. فدخل لبيد بن ربيعة إلى بيت الله الحرام ووقف أمام الآيات وقرأها وصرخ صرخة أسمعت السادة والأشراف حول بيت الله الحرام: ما وراءك يا لبيد؟ لماذا تصرخ؟ قال: ما هذا الكلام؟ قالوا: هذا القرآن الذي يتلوه محمد. فصرخ وقال: دلوني عليه. فذهب لبيد بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه القرآن. فقال لبيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد ذلك طلب منه عمر بن الخطاب أن يسمعه شيئا من شعره، فجلس لبيد بن ربيعة وقرأ عليه صدر سورة البقرة. فقال عمر: ما أردت منك أن تقرأ سورة البقرة، بل أردت أن تسمعنا شيئا من شعرك. فقال لبيد: الفحل من فحول اللغة والشعر. والله يا أمير المؤمنين بعدما تعلمت القرآن ما كان لي أن أتلو غيره. ومن أعظم أوجه الإعجاز البياني في القرآن أيها الأفاضل الاتساق المذهل المبدع بين اللفظ والمعنى، بحيث لو أنك حذفت كلمة أو لفظا من ألفاظ القرآن في سياق ما وأتيت بمرادف آخر لهذه الكلمة، لا يمكن أبدا أن يؤدي هذا المرادف الغرض والمعنى كما أداه اللفظ القرآني الذي أنزله الرب العلي جل وعلا. خذوا بعض الأمثلة سريعا جدا. اقرأوا معي قول الله تعالى في حق نبي الله موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. ألا تستشعر معي أنك ترى نبي الله موسى يترقب؟ قف مع جمال الكلمة واتساق اللفظ مع المعنى. يترقب، والله أستشعر أنه أمامنا يترقب. احذف كلمة يترقب وضع يلتفت. فأصبح في المدينة خائفا يتلفت. لا يمكن أبدا أن يؤدي هذا المرادف نفس المعنى. اقرأ معي قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. تستشعر أن الجدار سيقع بالفعل. احذف كلمة ينقض وضع كلمة فوجد فيها جدارا يريد أن يقع. مستحيل. انظر إلى جمال اللفظ واتساقه مع المعنى. اقرأ معي قوله تعالى على لسان الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ. احذف كلمة بنبأ وضع المرادف لها تماما بخبر. يا خبر، تغير المعنى. لا أقول تغير المعنى،
لا يمكن أن يؤدي هذا اللفظ نفس المعنى الذي أداه اللفظ الأول الذي أنزله الله جل وعلا في السياق. ولو وقفت مع ألفاظ القرآن لوجدت هذا الجلال وهذا الإبداع، كل ذلك أيها الأفاضل بإيجاز، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، فمصدرية القرآن دليل إعجازه. ولا أريد أن أطيل النفس لأن الموضوع لا زال طويلا، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت. ثانيا، الإعجاز التشريعي. الإعجاز التشريعي آية ساطعة وبرهان قاطع على إعجاز القرآن. وإن كان الغرب الآن يتغنى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نقول بكل ثقة وبملء أفواهنا وأعلى أصواتنا: لقد سبق القرآن منذ 14 قرنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حين ساوى القرآن في آية فذة فريدة بين الناس من حيث الآدمية والإنسانية، ولم يفرق بين أبيض وأحمر وبين أبيض وأسود وبين عربي وعجمي، بل نادى البشرية على السواء بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه المثل، هذا التشريع الكامل الذي أنزله الله جل وعلا في القرآن ليسعد به البشرية في الدنيا والآخرة، هذا التشريع نعلن بكل ثقة أنه التشريع الوحيد الذي يضمن السعادة للبشرية التي تهذي الآن كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن كتاب الله جل وعلا فقدت كل شيء. قد يسألني سائل: لماذا لم تنتفع الأمة التي أنزل الله على نبيها القرآن بهذا التشريع الذي تزعم أنه إكسير السعادة للبشرية كلها؟ والجواب: لقد سعدت الأمة بهذا التشريع يوم أن حولت التشريع القرآني في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة. تحولت بهذا التشريع من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. واستطاعت هذه الأمة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن تقدم للبشرية حضارة بمفهوم جديد، لا تقف عند الجانب المادي فحسب، وإنما قدمت الجانب المادي والأخلاقي والعقدي والإيماني معا. نعم، لأن طائرا جبارا لا يمكن أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. نعم، قدمت هذه الأمة حين حولت التشريع القرآني إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، قدمت نموذجا فريدا لحقيقة الحضارة، وأقامت للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء. سعدت الأمة بهذا التشريع يوم حولته إلى عمل. أحبابي، أنا أقول دائما إن الحق معنا، لكننا بكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، ولهذا الباطل الذي انتفخ وانتفش،
ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا صامتا سلبيا ساكنا فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا في كل المجالات وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا نخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق وللشهادة للحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. التشريع القرآني دليل على إعجاز القرآن ودليل على أنه كلام الرب العلي. لماذا؟ لأنه يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة، يتسم بالتدرج في الأحكام، يتسم بالتيسير ورفع المشقة والضرر والحرج. هذه الخصائص تحتاج بدون مبالغة إلى 5 محاضرات. نحن أصحاب الرسالة الخاتمة التي ما شرفنا إلا بحملها لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة، إنما هي خيرية مستمدة من هذا النور ومن هذه الأمانة التي شرفت الأمة وكلفت الأمة بحملها، والتشريف يتبعه التكليف. فهذه الأمة مسؤولة والله أمام الله جل وعلا. لماذا لم تبلغ هذا الدين وهذا التشريع لأهل الأرض؟ لماذا تقاعست الأمة في وقت ظهرت فيه الفضائيات؟ لا نرى فضائية على مستوى هذا الدين تخاطب أهل الأرض بلغاتهم جميعا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالتشريع تشريع الله سبحانه الذي يتسم بهذه الخصائص التي ذكرت. أما أصول التشريع فكثيرة. أعظم أصل من أصول التشريع القرآني وأول أصل من أصول التشريع القرآني هو إقرار عقيدة التوحيد وتخليص البشرية من هذه المعتقدات الخاطئة الفاسدة والتصورات الباطلة لحقيقة الإله سبحانه وتعالى. فالبشرية ضلت في هذا الجانب، عبدت الأقمار والكواكب والنجوم والشمس، عبدت الأبقار، عبدت الفئران، عبدت الأشخاص، عبدت المناهج والأيديولوجيات، عبدت آلهة وأندادا كثيرة مع الله سبحانه وتعالى. فجاء التشريع القرآني ليؤصل هذا الأصل الأول، بل ليجعل هذا الأصل الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبوة. قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الأصل الأول من أصول التشريع القرآني، ولا أريد أن أطيل، لكنني أؤكد أيها الأحبة بأن الخطوة العملية الأولى على طريق العز والاستخلاف والنصر والتمكين هي إقرار عقيدة التوحيد قولا واعتقادا وعملا. أيها الأفاضل، أي جهد يبذل لدين الله بعيدا عن هذا الأصل إنما هو جهد ضائع. شأننا كشأن جحا، وأنا أكرر هذا دائما: الذي صنع ساقية على نهر من الأنهار لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فقالوا: عجبا لك يا رجل، ماذا تصنع؟ ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني صراخها. فالأمة تصرخ وتخرج في مظاهرات صاخبة وتحرق الأعلام والماكتات وتهتف بحناجر ملتهبة، لكن كل هذا ما غير من الواقع ولن يغير من الواقع شيئا. بل الخطوة العملية الأولى هي أن تحقق الأمة التوحيد
بصفائه ونقائه بشموله وكماله. لا ينبغي أيها الأحبة أن نختزل قضية التوحيد في جانب من الجوانب، بل يجب أن نعود إلى التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه. فقضية التوحيد لا ينتقل منها أبدا إلى غيرها، بل ينتقل معها دوما إلى غيرها. والإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. من أكبر أصول التشريع القرآني أيضا تصحيح العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والعبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فحسب، بل هي اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من والأعمال الظاهرة والباطنة. فليست العبادة أمرا على هامش الحياة، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، وأنزل من أجلها الكتب وأرسل من أجلها كل الأنبياء والرسل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أكبر أصول التشريع القرآني أيضا إبراز مكانة العقل. إننا نتهم بأننا لا نقدر العقل ولا نحترم العقل، ونتهم بأننا لا زلنا في دورات المياه نبحث عن فقه بال كما يقال. أقول إن نور الوحي القرآني لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. بل يجب علينا أن نحترم الإدراك في الجانب العلمي الذي أبدعه العقل البشري بالقدر الذي أراده الرب العلي، لكن لا يجوز أبدا أن نتجاوز الحد، وإلا لتخبطنا في تيه وضلال بلا دليل أو برهان. نحن لا نقلل من قدر العقل، وما أكثر الآيات في القرآن التي تدعو إلى التعقل والتدبر. أفلا يعقلون أفلا يتدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. فنحن لا نقلل من قدر العقل، لكن لا ينبغي أيها الأفاضل أن نقدم العقل على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في السنة، وأن نجعل من العقل إلها جديدا يعبد من دون الله جل وعلا. وما أروع قول شيخنا ابن القيم: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر أو حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ومن جميل ما قرأت ما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث ابن عباس: أتى الناس عمر بن الخطاب بامرأة مجنونة قد زنت. أتوا عمر بن الخطاب بامرأة مجنونة أي فقدت عقلها قد زنت، فاستشار عمر بعض أصحابه ثم أمر بها أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحن نحب عليا وندين الله بحب علي وندين الله بحب آل بيت النبي، ونسأل الله أن يجمعنا بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقدر عليه. إذ لا يوجد مسلم ينتسب لأهل السنة إلا وهو يحب عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمر علي بن أبي طالب فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر عمر بن الخطاب برجمها. قال: ارجعوا بها. ورجع علي إلى عمر رضي الله عنهما قال: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر،
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وفي لفظ في سنن أبي داود حتى يبرأ؟ فقال بلى. قال فما شأن هذه؟ قال لا شيء. قال أرجعها. فقال عمر أرجعها. وجعل عمر بن الخطاب يكبر الله أكبر الله أكبر لجمال هذا الدين. فنحن لا نقلل من قدر العقل أيها الأفاضل. لا تسع الوقت للحديث عن بقية الأصول، لكن في عجالة سريعة جدا. ثالثا الإعجاز العلمي. وباختصار شديد ينقسم علماؤنا إلى فريقين على طرفي نقيض في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وإلى فريق ثالث معتدل وسط. أما الفريق الأول فهو يسفه المفسرين القدامى ويتكئ كلية على النظريات العلمية الحديثة، ويسفه هذا الطرح القديم لأئمة التفسير الذين اعتمدوا على تفسير الكلمات ومعانيها وأحكامها وما فيها من أحكام إلى غير ذلك. الفريق الآخر الذي هو على طرف نقيض لهذا الفريق الأول قال لا يجوز أن نأخذ بأي شيء علمي من هذه النظريات العلمية الحديثة والاكتشافات الحديثة، لأن هذا المنهج منهج فيه خلل، لأنه يحكم الجزئية في الكلي، ويحكم المتغير في الثابت، ويحكم النسبية في المطلق. ولا شك أن هذه النسبيات والمتغيرات والجزئيات تتغير كما هو الحال عند العلماء، وهذا أمر لا خلاف فيه. فحينئذ يتغير المعنى وتتغير الآيات، لأنهم يتعسفون في أن يستخرجوا لكل نظرية علمية آية من القرآن حتى ولو بلي معاني الآيات والنصوص القرآنية. أما الفريق الوسط الذي يعتقد أن القرآن ليس كتاب طب أو هندسة أو فيزياء أو كيمياء، ولكنهم يعتقدون أن القرآن كتاب عقيدة وهداية وعبادة وأخلاق، ومع ذلك فهم لا ينكرون أن القرآن يشتمل على مئات الآيات التي تلفت العقل والنظر إلى التفكر في هذه الآيات من العرش إلى الفرش ومن الأرض وفي الأنفس والآفاق، لتدل هذه الآيات الكريمة الخلق على الحق. فهم يعتقدون أن القرآن كتاب عقيدة وهداية وعبادة وأخلاق، ومع ذلك لا يتجاهلون أبدا مئات الآيات التي تحث على العلم وعلى التفكر في الكون وعلى التفكر في آفاق النفس، وهذا هو أرجح الأقوال وأوسطها. والأدلة على الإعجاز العلمي في القرآن كثيرة جدا ولا تسع الوقت لذكرها. أذكر ببعض الآيات السريعة. لقد اكتشف العلم الحديث أن مراكز الأعصاب التي تشعر بالإحساس لا توجد إلا في منطقة الجلد فقط، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة من 14 قرنا في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولم يكتشف العلم الحديث إلا من سنوات قليلة أن موج البحر بسطحه الماء يشتت الضوء ليخلف وراءه ظلاما دامسا، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية من 14 قرنا. فقال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما اكتشف العلم الحديث مراحل تكوين الجنين إلا من سنوات قليلة، النطفة والعلقة والمضغة إلى غير ذلك، مع أن القرآن قد ذكر هذه المراحل من 14 قرنا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وبإيجاز الإعجاز الغيبي وهو ينقسم إلى 3 أقسام: غيب في عما مضى، وغيب في حاضر رسول الله لم يعلم أطلعه الله جل وعلا عليه، وغيب بالمستقبل، غيب مستقبلي. أما الغيب الماضي فقد أطلع الله جل وعلا نبيه على أخبار الأمم الماضية. وأكتفي بآية واحدة حين قص الله سورة مريم في صدر سورة آل عمران، قص قصة مريم في صدر سورة آل عمران. قال الله عز وجل بعد ذلك لنبيه وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والأدلة على ذلك كثيرة. ومنه الغيب الحاضر، بمعنى أن يطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على خطط الأعداء ليستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فضح الله المنافقين في حادث الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أما الغيب بالمستقبل فأنا متعمد قبل أن ينتهي الوقت لهذه المحاضرة أن أبشر به وأقول: لقد أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن غيب مستقبلي فوقع مثل ما أخبر الرب العلي جل وعلا. أخبر الله أن أبا لهب وامرأته سيموتان على الكفر، مات على الكفر. أخبر أن الوليد بن المغيرة سيدخل النار، مات على الكفر. ووالله لولا أن المصطفى يعلم أن القرآن كلام من يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ما قرأ هذه الآيات الكريمة أبدا، لأنه لو قام واحد من هؤلاء ولو بالكذب والباطل في الكعبة وأعلن إسلامه بالكذب لوضع النبوة في حرج بالغ. لكن هذا ما وقع لأن الذي أخبر بذلك هو الذي يعلم السر وأخفى. أريد أن أصل إلى أن الذي أخبر نبيه بهذه الأمور فوقعت هو جل وعلا الذي أخبر نبيه بأن المستقبل للإسلام. فلما الهزيمة ولما الإرجاف ولما القلق؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. آن الأوان لأن نعود إلى القرآن لنمتثل أمره لنجتنب نهيه لنقف عند حدوده. ورب الكعبة لن نسعد في دنيانا ولا في أخرانا إلا إذا عدنا من جديد إلى كتاب ربنا. العودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإلا فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وشقائه. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها